أنا مش عايزك تقول أنا عندي هموم كتير، مش عايزك تقول أنا عندي هموم كتير. قول أنا لي رب كبير. أي والله لي رب قال عن نفسه ادعوني. ها النتيجة تكون إيه؟ هستجب لكم. لي رب قال عن نفسه إذ تستغيثون ربكم، النتيجة تكون إيه؟ فاستجاب لكم. لي رب قال عن نفسه وإذا سألك عبادي عني، النتيجة إيه؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لي رب قال عن نفسه لو أن أولكم وآخركم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. معلش يا جماعة، الحديث ده حديث قدسي، حديث قدسي في صحيح مسلم، يرويه لنا ويحكيه لنا جندب ابن جنادة سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. في واحد اسمه أبو إدريس الخولاني لما كان يقرأ أو يحدث بهذا الحديث يجث على ركبتيه، يقع كده قدام الناس. الحديث ده له في قلبي والله ما الله به عليم. الكلام اللي أنا هقوله ده في الحديث ده أقسم برب العرش لا يقدر عليه إلا الله. مفيش حد مهما بلغ ملكه ومهما كثر ماله ومهما علت مكانته ومهما بلغت قوته لا يستطيع ولا يتمكن أن يقول هذا الكلام. الكلام ده ما يقدرش عليه إلا ربنا. اسمع العظمة والله. شوف ربنا بيقول إيه؟ يا سلام، بيقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الإنس بالجن من لدن آدم إلى الآن إيه؟ إلى قيام الساعة. يعني تخيل كده الناس اللي ماتت تبعث والناس اللي ما اتولدتش تولد، كل الناس دي مالهم يا رب؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد، يعني في مكان واحد، ها، وسألوني. يا الله يا الله، وسألوني. كلمة سألوني دي أقسم بالله بفضل الله أقعد فيها خطبة كاملة. يعني إيه يا جماعة فسألوني؟ يعني إيه؟ أنا عايز أعرف يعني إيه فسألوني. أقول لك أنا سألوني يعني إيه؟ تخيل كده بعد خطبة الجمعة خرجت أنت من باب المسجد وقمت موقف واحد بس، أوقفت مواطنا واحدا فقط. ما قلتلكش وقفت 100 واحد، واحد بس، إنسان واحد بس أوقفته وقلت له طلباتك اسأل. ما ربنا بيقول فسألوني. ها، اسأل يعني ايه؟ يعني قول لي نفسك في ايه، طلباتك ايه. ممكن هو يبص لك ويقوم عامل كده، انا عايز 50 عقار على البحر يكونوا ملكي انا، وعايز 100 شاليه، كل شاليه يكون في بلد معينة كده على البحر، وعايز جميع الفلوس اللي في البنوك تبقى في رصيدي أنا، وعايز مثلا 20 سيارة أو 30 سيارة، البوغاتي بقى واللامبرجيني والفيراري والحاجات الغالية جدا دي، وعايز أنا أسألك سؤال، إحنا ممكن نحقق له اللي هو بيقوله ده؟ والله ما نعرف. وده مواطن واحد بس، إنسان واحد بس، دي كل طلباته. أنا عايزك بقى تتخيل العظمة بقى، العظمة. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي. لا إله إلا الله. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا سلام على الحديث ده، حديث رهيب. الحديث ده يا جماعة لابد أن نحفظه مثل القرآن. زي ما أنت بتحفظ السورة بتاع القرآن احفظ لي الحديث ده. يعني إيه المخيط إذا أدخل البحر؟ بالله عليك يا أخي، أقسمت عليك بالله، أقسمت عليك بالله، حاول تفضي نفسك النهاردة، آخر النهار قبل المغرب بشوية، خد إبرة خياطة من البيت وروح النيل ولا روح البحر وأنزل هذه الإبرة في البحر. بص، نزلها كده وطلعها تاني. ماذا أخذت من البحر؟ خدتش حاجة. انت عارف ربنا بيقول لنا كده، بيكلمنا على قدر مفهوميتنا. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما
ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط يعني إبرة الخياطة. خزائنه مملوءة، قدرته نافذة، لا يعجزه شيء، لا يعزب عنه مثقال شيء، لا يغيب عنه شيء، يملك العالم كله ما بعده وما قبله، يتحكم في كل شيء جل في علاه. نريد من الآن أن نفتح صفحة جديدة بيضاء ناصعة مع رب العالمين، وأن نقرأ عن رب العالمين، وأن نتعرف على رب العالمين، وأن نجدد العلاقة والثقة واليقين برب العالمين. الحياة يا جماعة اللي احنا عايشينها دي بدون الله عز وجل سراب، إصفار على الشمال، لا قيمة لها، لا تساوي شيئا. إذا وجدت الله فقد وجدت كل شيء، وإذا فقدت الله فقد فقدت كل شيء. ما أجمل هذه الحياة أن تكون مع الله سبحانه وتعالى. أنت بخير ما دمت مع الله.